ازيكم عاملين ايه؟ عندي ملحوظة بس النهاردة كده. رحت كذا مصلحة حكومية علشان الباسبور بتاعي زي ما قلت لكم قبل كده ان هو ضاع في اسطنبول، فلازم اطلع واحد جديد. فانا عارفة الاجراءات لان انا كل اجازة لازم اطلع باسبور جديد. انا مش عارفة، انا موعودة مع الباسبورات يعني. فالمهم رحت عشان اطلع شهادة تخرج. فاتفاجئت ان هو لازم فيزا. انا ما عنديش فيزا مصرية اصلا. فالطابور مثلا احنا كنا 6، 2 بس اللي معاهم فيزا والباقي لا. فتقعد بقى تتسول. لولا ان انا ربنا بعتلي عميد الكلية السابق، سبحان الله كان استاذي وعدى فشافني، سلمنا على بعض ومش عارفه ايه، قال لي واقفه ليه؟ قلت له محتاجه الفيزا. دفع لي الراجل، دفع لي من معاه بالفيزا بتاعته. يعني انتوا متخيلين ان عميد الكليه يدفع لي؟ موقف طبعا يعني غريب. قلت تمام والموضوع عدى الحمد لله. رحت سجل تجاري عشان اطلع بدل فائد. طبعا انتوا عارفين لازم مش بدل فائد، مستخرج، سوري. راح برضو اتلقيت قصة الفيزا دي. هو انا مش فاهمة يعني، هي مصر كلها بقت الكتروني، الناس كلها بقى معاها فيز. ما انت لازم تعمل اوبشن الكاش ولازم تعمل اوبشن الفيزا. يعني مش طبيعي ان انت يبقى عندك اوبشن واحد. احنا كنا 10 واقفين قدام شباك السجل، في 2 بس معاهم فيز والباقي لا. وتقعد بقى تقول للناس اللي جنبك ممكن تدفع لي، حاجة في منتهى الإهانة يعني. انا يعني عايزه اعرف يعني ليه الاوبشن ده؟ هو الموظفين بقوا يكسلوا يروحوا البنوك يدفعوا، ولا انتوا بتجبروا الناس انها تطلع فيز، ولا ايه يعني؟ ايه الوضع؟ كمان موضوع ان انا الشهاده اخدها امضيها من العاصمه الاداريه. يعني انا في بورسعيد اروح العاصمه الاداريه عشان امضي شهاده تخرج، علشان لو ما انا اللي ما مضيتهاش شخصيا هتقعد شهر. يعني ليه الختم ما يكونش موجود في كل محافظة؟ يعني مش معقول ان كل اجازة اجي اقضيها في الجري ده. لسه كمان حوار الجوازات ده، قالوا لي ان الجواز اللي هو بيبقى مفقود بره ده بياخد وقت بقى وقصص. لسه اروح العباسية. يعني احنا ان شاء الله اجازة سعيدة والف الف مبروك ومنورة مصر والله. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي وروحي، منورة.